في إعلامنا العربي في ناس بتقدم برامج، وفي ناس بتؤثر في أجيال وبتخلق فرق في المهنة. ضيفتي النهاردة مش مجرد إعلامية مشهورة ومعروفة، ضيفتي أسطورة نجاح حية امتدت لمدة 50 سنة. ضيفتي هي اللي علمتنا إن النجاح مش مجرد صوت حلو وأداء متميز. النجاح هو الاستمرارية، هو الالتزام، هو الصدق قبل كل شيء. سعيدة إن تكون ضيفتي النهاردة الأستاذة الإعلامية الكبيرة سناء منصور. أهلا يا كتير سناء. عليا قوي ده منى، كتير كتير كتير. بس تصوري انت جيتي على نقطة حساسة بالنسبة لي. ليه يا منى؟ شوفي، يقول لك سناء منصور وصوتها مش عارفة ايه، انا ما يهمني يعني. انا صوتي دي يعني حاجة خلقت ربنا يعني، انما انه لازم في مجهود في الحياة انا عملته اضافة للصوت يعني. فانت حطيتي لي النقط كده على الحروف. اشوف اللي بيهمني اكتر ان حد تبقى عارفة اذا كنت انا قدمت جديد ولا لا، كنت غيرت ولا لا، اكتر من الصوت يعني. أنت علامة في لا لا، عالم مش للدرجات الإعلام. يعني. سناء، اسمحي لي إن أقول لك سناء، يا سلام. رغم طول طب انت المعرفة. تقولي لي يا سناء وانا اقول لك يا منمن زي ما انا متعوده يعني، مش عايزه نمثل يعني. أي. طيب، أنا أعرفك من مدة طويلة جدا، والحمد لله بيننا صداقة ممتدة وطويلة، لكن عمري ما سألتك سؤال أحيانا كتير بيتردد في دماغي وأنسى أسأله لك. رغم إنك أنت مشروع ناجح، كنت كصحفية في الأهرام وجريدة مهمة وكبيرة زي الأهرام، إنما اخترتي إنك أنت تكوني مذيعة، ليه؟ الحقيقه انا ما اخترتش ابدا ان اكون مذيعه، ولا كان لان انا كانت حروف يعني مخارج الفاظي حتى مش حلوه، مش كويسه يعني، لحد ما اتعلمتها بعدين. اللي حصل ان انا كنت يعني صحفيه في الاهرام وانا طالبه في كليه الاداب قسم صحافه، وكنت بتمرن في النهايه. وبعدين الاستاذ هيكل ادانا الفرصه انه يشرف علينا تدريبيا، واحنا كنا مجموعه صغيره قوي، وكلنا سننا صغير لسه 16 سنه و17 سنه. ف يعني انك ترتبطي باسم كبير قوي كده ويقول انتوا ولادي، انتوا انا اللي احضر الاجتماعات معاكم، انا اللي اقرر. عارفه طريقه الاستاذ هيكل بقى، انا اللي اقرر ايه اللي هتعملوه. كنا بيطلع شغلنا كل يوم جمعه في جريده الاهرام، فانا اللي اقرر ايه اللي هنتعملوه وتوروني شغلكم واللي وافق عليه واحط اساميكم. انت عندك 16 17 18 سنه اقصى حاجه كانت انك انت اسمك يطلع الاهرام، مش اي مش جورنال. أي جورنال ولا لا أي لا لا مجلة لا، ده طبعا. الاهرام ورئيسه الاستاذ محمد حسنين هيكل. فانا طبعا يعني ايه، بقول لك بامانه يعني انا عيله، 16 و17 سنه دي كنت عيله. فان انا اسمي ينزل يوم الجمعه في جريده الاهرام، واجيب اصحابي بقى واصورهم في النادي واخده بالك، جالي جنون عظمه. فكانت النتيجة إن أنا بقيت مرتبطة بالأهرام أكتر. أنا كنت خلاص في سنة يعني داخلة على سنة تانية وتالتة صحافة، إن أنا أبقى أكبر من زميلاتي وزملائي اللي هم بس بيدرسوا يعني نظريا الصحافة دي شكلها إيه. فبقيت مهتمة بالأهرام أكتر من تعليمي النظري والأكاديمي. فحصل إن أنا حصل لي دروب وأنا طالعة على سنة تالتة، ان انا اقدم اعمال السنه وحاجه كمان عند احد الاساتذه اللي كانوا بيدرسوا لي، فقرر انه يخليني اعيد السنه. ودي انا شطوره يعني، كنت في الجامعه شاطره، مش وحشه يعني. فانا بالنسبه لي دي انه اتاخر سنه كمان كانت كبيره قوي يعني. وتدخل الدكتور خليل صبات، استاذنا كلنا، استاذ كل الجيل بتاعي والجيل اللي لا، بعدي واللي بعدي واللي أنا بعد. أنا كان أستاذي برضه. مش كده، الدكتور خليل صبات ده كان ابونا الروحي فعلا في قسم صحافه كليه الاداب. فتدخل انه اقدر اعمل اعمال السنه، وبالتالي اطلع بعلم واحد سنه ثالثه. عايزه احكي لك حاجه صغيره قوي. الاستاذ كان اسمه الدكتور الصاوي. الدكتور الصاوي عملها وخلاني غيرت مساري تماما يعني. اللي كنت انا في سنه ثالثه وبضطر احضر مع سنه تانية اللي اصغر مني، احضر معاهم العلم اللي هو بيدرسه لان انا سقطت فيه فلازم احضر. فاداني درس عمري، كسر لي دماغي اللي ما بتمرش من الباب ده. هو انا ده انا الصحفيه، ده انا اللي اسمي بينزل في الاهرام، زميلاتي دول وزملائي ايه يعني، مش واخده بالك حقيقي.
ف فجابني في اول لقاء مع بتوع سنه تانية، مع طلبه سنه تانية. انت عارفه طبعا يا منى، واحنا في الجامعه سنه تانية اهم من سنه اولى، وسنه ثالثه اهم من تانية واولى، وسنه رابعه بقى دول العظمه يعني. فانا كنت حاسه ايه ان انا عارفه كلمه ان انا صغيره قد كده، ان انا هقعد مع بتوع سنه تانية يعني ازاي مش يعني، مستوايا. مش مستواي. فاول ما دخلت المحاضره دكتور الساوي قال لي سناء قومي اقفي، فوقفت قلت بقى هيقول لهم صح، يعني زميلتكم العظيمه الاستاذه الكبيره سناء منصور وبتاع معاه. قال لي انا موقفك عشان تبقي عبره وعظه لزملائك، انه يعني الصحافه العمليه مش اهم من الصحافه النظريه ولا الاكاديميه. انا عايزك تبقي عبره وعظه ليهم عشان ما حدش يعمل زيك. وكانت النهايه بالنسبه لي، لاني بقيت مكسوفه، يعني قلت ده انا اتهزقت قدام كل بتوع سنه تانية، وبقيت عبره وعظه. لما رحت عندي شله كده يعني صحابي الانتيم قوي قوي، فلما كنت معاهم وحكيت لهم ده، فضلت الحكايه يعني انت عبره وعظه دي لازقه فيا سنين، 20 30 سنه بعد. كل ما اعمل حاجه ما تعجبهمش يقولوا لي على اي حاجه انت عبره وعظه لينا عشان ما نعملش كده الى اخره يعني. فانا ده اللي ايه خلاني شويه ما ببقاش مهتمه بالصحافه العمليه، قد ما انا مهتمه ان انا لازم لما اتخرج اكون جايبه على الاقل جيد جدا عشان ابتدي بقى حياتي المهنيه. طبعا عمري ما جبت الجيد جدا، انا طلعت بس بجيد عالي في سنه في البكالوريوس في الليسونس بتاعي. طب ودخلتي الاذاعه ازاي؟ دخلت الاذاعه مش عارفه تصوري، دخلت الاذاعه، انا ناسيه، انا دخلت الاذاعه بالصدفه البحته. انا كنت بشتغل بعد ما اتخرجت، كنت بشتغل في وكاله انباء الشرق الاوسط، ووكاله يعني كلها صحافه يعني. فكانت لي زميله، والزميله دي كانت سوريه، وكانت الفتاه الجامعيه اللي على فكره فتاه المثاليه في جامعه القاهره. فزميلتي كانت معايا، كانت اصلا سوريه، يعني كانت سوريه وعايشه معانا في مصر. فجاء يوم لقيتها جات لي في وكاله انباء الشرق الاوسط وقالت لي احنا مع بعض 4 سنين في الجامعه يعني، قالت لي سناء انا في اذاعه جديده بتتعمل وطالبين مذيعات فيها، وانا عايزه اقدم بس مكسوفه اروح لوحدي، ممكن تيجي معايا؟ قلت طبعا نروح يعني على يعني ان انا اساندها يعني في الاحسان. رحنا قابلنا واحد انجليزي، راجل انجليزي اسمه مستر ليزلي نايت، والمسؤول عن انشاء الاذاعه الجديده اللي ما حدش لسه سمع عنها، اللي كانت اذاعه الشرق الاوسط. كان الدكتور عبد القادر حاتم عايز ان هو يعمل اذاعه بعيدا عن تقليديه الاذاعات المصريه اللي موجود، وان دي تكون اول اذاعه تجاريه موجوده في منطقه الشرق الاوسط، يبقى فيها اعلانات. زمان بقى كان طبعا المذيع ده برضه فخيم كده زيي وانا في سنه تانية كده. فكان يدخل بقى صمت كده على البرنامج الاذاعي، ويدخل يقول هنا القاهره، وينغمها يعني بقى في كروونه الاذاعه ومش عارف يعني عالم تاني خالص. فهو كان عايز اذاعه شبابيه، وانت يمكن اكتر واحده تفهمي لما اقول لك الكلام ده. كان الدكتور عبد القادر حاتم فكرته انها تبقى النموذج اللي تحتديه مجله صباح الخير. ان مجله صباح الخير، انت طبعا عشتي في روزا اليوسف وصباح الخير، شوفي قد ايه انه عايزها تبقى حاجه شبابيه زي في الصحافه ما في شبابي اللي فيها كانت صباح الخير، ان تبقى اذاعه الشرق الاوسط دي اذاعه في وسط اللي موجود هنا القاهره وصوت العرب واليكم اخر انباء ما اعرفش ايه، انها تبقى حاجه زي صباح الخير بس اذاعه مش تلفزيون مش صحافه يعني. فالمهم لقينا مستر ليزي النهارده، وطلع انه الدكتور حاتم جايبه من انجلترا علشان هو متخصص في الاذاعات التجاريه، وانه يحط لنا يعني شكل الاذاعه لازم يكون ايه. ومعانا المهندس بهي اللي هو كان مسؤول عن التركيبات الفنيه والمهنيه يعني. فدخلت انا مع اميره صديقتي دي هي علشان اسندها وهي جوه. اتكلموا معانا مستر ليزي نايت والمهندس بهي، فلقيته مستر ليزي نايت بيقول لي
طب ما تقدمي انت كمان. قلت له لا لا لا، انا بشتغل صحفيه، ده انا في وكاله انباء الشرق الاوسط وحاجه كده برضه فخوره قوي بيها يعني. فقال لي جربي. قلت له لا لا قال لي لا 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 بس جربي وبتاع، بالصدفه البحته يعني. فلما جت بقى وقت الامتحانات رحت فعلا انا واميره وجيت اجرب. جربت فنجحت، طلعت التانية على الدفعه كل اللي مقدمين. فغيرت بقى في الكارير شيفت، يعني ان انا غيرت من وكاله انباء الشرق الاوسط لاذاعه الشرق الاوسط. انت عارفه يا سناء وانت بتتكلمي ده جت في دماغي في يعني جمله كانت لجلال الدين الرومي بيقول فيها ان ما تبحث عنه يبحث عنك. فانت يعني سؤالي كان في دماغي دلوقتي، هل انت لما رحتي الاذاعه ودخلتي في الامتحان وابتديتي تعملي في المجال ده، هل كنت بتدوري على الشهره والنجاح، ولا في الوقت ده كانت الاذاعه بتدور على صوتك عشان تعمل تغيير في الشكل الاعلامي؟ بصي، اعتقد ان الجمله الاخيره اللي انت قلتيها هي اقرب للحقيقه. يعني انا دخلت وانا بقول لك مخارج الفاظي مش واضحه، وبعرفش عربي كويس قوي لدرجه ان انا انجح واطلع التانية على المجموعه. وكان اللي بيعمل لنا الامتحان جهابذه وعباقره الاذاعه المصريه، وكان من ضمنهم المخرج مخرج كبير قوي في الاذاعه. طبعا لازم يعني تعملي اعتبار لسني. لا خلي كلنا بالك. كلنا بننسى. وانا نسيت يوسف الحطب، الاستاذ يوسف الحطب. يا خبر، ده علم من اعلام الاذاعه. فالاستاذ يوسف الحطب يعني بعت لي ورقه كده وقال لي فيها قولي اذاعه الشرق الاوسط من القاهره نقدم لكم، يعني عشان يشوف. فانا خدت الورقه وقلت بالظبط كده يا منى، اذاعه الشرق الاوسط من القاهره. فلقيت الاستاذ يوسف الحطاب فتح الميكروفون كده وقال لي انت جريتي الاذاعه ليه؟ جايه منين انت يعني؟ جريتي فانا قلت له، رديت عليه ببجاحه شديده جدا، قلت له مش دي مضاف اليه، يعني حاجه ملهاش علاقه خالص بالنحو ولا بالعربي ولا باي حاجه. بس هم سالوني اسئله كتير. انا كنت بقى خريجه مدرسه الاهرام ومتفوقه في الجامعه وبشتغل في وكاله انباء، فكان معلوماتي او ردود فعلي المهنيه اكتر كتير من الولاد الجداد اللي داخلين خلاص لسه متخرجين من الجامعه. فده اللي خلاني طلعت التانية عليهم، لكن مش اللغه العربيه بتاعتي ولا صوتي ولا مخارج الفاظي ولا حاجه. فاختاروني في النهايه ان يعني ان انا ابقى فمش الاذاعه بحثت عن صوتي، هم دوروا يمكن على شخصيه عندها شويه خبره في العالم الصحفي. فكنت انا يعني بس انا تطورت، يعني انا بعديها طبعا مخارج الالفاظ بقت احسن كتير عندي، وتعلمت اللغه العربيه المظبوطه، وان انا ما اقولش تجربه واقول تجربه، لانه عيب ان مذيع يقول تجربه. يعني مثلا يعني بديكي فتفوته بتاع في اذاعه باريس مع اخواننا السوريين اللي كانوا مشرفين على الاذاعه في باريس، الاذاعه العربيه الفرنساوي. ده هيخليني اتنقل لانك انت سبتي مصر ورحتي على باريس، وبعد كده كمان رحتي على مونte كارلو وعملتي اذاعه مونte كارلو. وسؤالي هو ازاي انت غيرتي جلدك من مذيعه محليه لمذيعه عالميه وعربيه؟ يعني مش سهل على المستوى العربي. مش انا كل حاجه بتجيلي من عند ربنا، انا ما بجريش على حاجه. على فكره انا ما عنديش طموح في الحقيقه عشان تبقي عارفه. هو انا ست ربنا خلقني ان انا يعني لما اعمل حاجه، لو عملت حله محشي لازم تطلع حلو، ملهاش علاقه. انا عارفه، انا دي عارفاه. مش كده يعني؟ اظن انت عارفه كده، انه انا اي حاجه بعملها بحس انها لازم تبقى كويسه. يعني مش طموح بقى ان انا ابقى مذيعه على مستوى العالم العربي كله او لا، انا احب اي حاجه صغنطوطه قد كده بعملها تبقى مظبوط. ربنا خلقني كده، وما بدورش على حاجه. انا ما بدورش في حياتي فعلا على حاجه اكتر. اقول اللي بيقع في حجري ربنا هو اللي بيرزقني بيه، ايا كان هو ايه، شطاره مش شطاره، فشل نجح، كل حاجه بيبقى ربنا هو اللي بعتها في الحجر بتاعي كده هو، وانا بستعمل. اقول لك بقى ايه،
ولا كان عندي طموح ولا اي حاجه، يعني كله جت صدف في الحياه خلتني ان انا اتنقل من مذيعه في اذاعه الشرق الاوسط الى ان انا اروح تجي لي منحه في فرنسا، فاطلع فرنسا على اني هقعد سنه واحده اتدرب فيها في الاذاعه والتلفزيون، لاني كنت بديت التلفزيون جنب الاذاعه. ان انا اتدرب فيها وارجع بعد سنه. اللي حصل بقى حاجات كتير في حياتي خلتني ان انا ده السنه دي امتدت تبقى 10 او 11 سنه بعد كده. فاتدربت في فرنسا اللي في الاذاعه وفي الكونياك جي اللي هو كان مقر التلفزيون الفرنساوي، و وقعدت بقى. الدنيا خلتني اقعد سنه ورا سنه ورا سنه بس ورا سنه. غيرتي ازاي من نفسك؟ ما غيرتش، انا كل حاجه كانت بتجيلي. انا بقول لك يعني لما انت لما تطلعي من اذاعه الشرق الاوسط ولينا شكل في النهايه، يعني مانيش برنامج عام، مانيش صوت العرب، مانيش البرنامج الثاني. بس انت كنت بتخاطبي يعني الانسان المصري، إنسان. انما انت في مونte كارلو كنت بتخاطبي العالم العربي طبعا كله. ما هو انت خبره بقى، يعني انت بتاخدي، يعني عايزه اقول ايه، ما انا اتدربت يعني لمده سنه. انا بتدرب في الاذاعه الفرنسيه والتلفزيون الفرنساوي. التدريب ده مش زي عندنا رحتي ما رحتيش ويقولوا لك في الاخر متشكرين، لا ده تدريب. يعني انا مع جاك شانسيل، يمكن انت سمعتي عليه لما كنت عايشه في فرنسا، واحد من اهم الاعلاميين اللي موجودين في الراديو الفرنساوي. انا كنت الجاك شانسيل بقعد مع كل شخصيه مع ليها ثقل يعني كمذيعين، كنت بقعد مع كل واحد 3 أسابيع اشوف بيعمل ايه. هو ما بيدربنيش ولا بيسال فيا ولا بيشوفني، يعني يمكن كمان، انما انا بشوف واتابع ازاي برنامجه ده طالع، ازاي مين المعدين بتوعه، ايه الابحاث اللي بتتعمل قبل ما يروح. انا يمكن كنت بجيب لهم يعني بشيل الشرايط من المكتبه لحد عندهم. يعني انا بالنسبه لجاك شانسيل طبعا كنت ولا حاجه، انما اشوفه لما تضيف قدامه. شوفي ما تقعدي 3 سنين، 3 اسابيع، لما تشوفي جاك شانسيل لما يسال سؤال مثلا لبريجيت باردو، ها، وتجاوبه اجابه مش هو اللي عايزها، قليله. اشوف ازاي هو قاعد لها كده قدام الميكروفون وعامل كده، مش زينا بقى احنا قاعدين قدام الميكروفون على سنجة 10 يعني. لا هو عامل لها كده ويفضل باصص لها وما بيتكلمش، يحصل جاب ما بيتكلمش، فهي تبقى محرجه، الضيف ده يبقى محرج، فيقول حاجه، يقول احلى حاجه. يعني شوفي انا بقول لك، ما بقول لك، انا بقول لك اسرار تفاصيل صغيره قوي 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 يا منمن، بقول لك التفاصيل الصغيره. فاشوف ده، اشوف انه كم معد عنده وكم واحد مديله ورقه في الحته اللي درسها في البرنامج اللي هو بيديهوله. كل واحد جاب له جزئيه من شخصيه. مثلا انا قلت بريجيت برضو طبعا هو بيعمل بقى الكاردينال ما بعرف ايه والمينيستري والوزير مين، بيعمل كل الناس. انما شفت كل واحد بيعمل له اضافه ازاي، وهو بياخد كل ده وبعدين زي بيدمجه في دماغه ويطلع الكلام بعد كده كأنه هو اللي عامل كل الدراسات دي. ده يعني ده اللي بقصد تقولي لي. يعني انا من اذاعه محليه انت اللي بتعدي، انا في النهايه اذاعه الشرق الاوسط ما كانتش بتغطي العالم العربي، يعني ده الصوت العربي اللي كان بيغطي. اذاعه الشرق الاوسط كانت محدوده، فانت اللي بتعدي، انت اللي بتجري ورا تجيبي الخلفيه بتاعت اي ضيف انت عايزاه، انت وتجيبي الضيف وانت اللي بتسجلي له، انت اللي بتحطي الموسيقى، وانت اللي بتعملي المونتاج، وبعدين بيطلع على الناس. حلو انه ده بيعدك كاذاعي الى حد كبير متكامل، يعرف يعمل مونتاج، يعرف يخرج برنامجه، يعرف يعمل الاعداد بتاعه، هو في النهايه الصوت بقى يطلع. ده الشكل الاخر بقى علمني ان لا، العمل الاعلامي مش بس فرد، يعني مش شطاره انك انت تبقي، لا مش انت الام اوركستر، يعني مش انت الاوركسترا الكامله. كل واحد ليه تخصص، كل واحد بيعمل اضافه، فالعمل يطلع
منظومه كامله معزوفه كامله. طب سناء، ده هيخليني عايزة أعرف حاجة دايما. يعني أنت بتلفتي نظري في لما بتجري أي حوار صحفي، أو يعني قصدي إذاعي أو تلفزيوني، عندك قدرة على إنك أنت تمسكي بمفاتيح الشخصية. أي حد بتقابليه بحس إنك بتعرفي بسرعة تاخدي مفاتيحه وتروحي فاتحة، فالشخص قدامك يتكلم كده ببساطة وتلقائية، وينسى نفسه قدام الكاميرا أو قدام الميكروفون. بتعملي ده إزاي؟ هي ملهاش ايه يعني، هي ملهاش جدول كده تعمليه، زي بالظبط الحضور، حضور سواء الصوت او حضور الشكل امام الميكروفون او دي هبه من عند ربنا. هو اللي انا حريصه عليه من كتر اللي اتعلمته على مدى 10 سنين، يعني مش بس السنه اللي قعدت اتدرب فيه، انا على 10 او 11 سنه كنت بدرس يعني ايه راديو، يعني ايه تلفزيون. فانا عايزه اقول لك حاجه يا منى، انا يعني حريصه جدا ان لما يبقى في لقاء مع اي حد ان انا اخليه اول حاجه بدوب الجليد اللي، لانه ايا كان انت تجيبي اعظم مفكر وتحطيه قدام ميكروفون قدام كاميرا ممكن يبقى رزاله، يعني ما يبقاش هو، لانه خوف من الميكروفون والخوف من الكاميرا. انا لحد النهارده عندي لسه خوف من الميكروفون وخوف من الكاميرا، وانا بشتغل في العمليه دي بقى لي اكتر من 50 سنه. فما باجي لك واحد بقى انت رايحه له بكاميرا او راديو او بتاع ميكروفون وعماله تساليه، ما بيبقاش هو، بيبقى فيه، بقول لك انا بحس انه جبل من الثليج، بيبقى خايف، بيبقى من غير طبعا ما يدرك ان هو خايف يعني. فانا اول حاجه بحاول ان انا اكسر جبل الثليج ده قبل ما اقعد معاه، اضحك معاه واهزر واقول له مش عارفه ايه واقول لها ايه وبتاع. وبعدين انا حريصه، انا ما بعرفش، هو انا حريصه بس انه احسسها انه انت قدام حته حديده بتتكلمي، وقدام حته بتاع كده هو بتصور، مالكيش دعوه بيه، انك انا وانتي قاعدين على كل واحده فينا على فوتاي وبنكلم بعض، انه في نوع من الانتمسي بيني وبينك. لو قدرتي ان ده تكسري يعني الهيبه او القلق من حته الحديده دي، إن ده مش ميكروفون، ده حديده، والتاني اللي بيصورك هناك ده راجل واقف قدامه واقف بالصدفة. مالكيش دعوه، واقف بالصدفه على رايك يعني. فاذا قدرتي تعملي ده يا منى وهو يحس بشويه حميميه بينك وبينه، بتاخدي منه احلى حاجه. ومش انا اللي بكتشف، الميكروفون هو اللي بيكتشف والكاميرا هي اللي بتكتشف في الشخصيه اللي قدامك دي، وانت بقى القطي. طب هسألك، إيه العنصر اللي لو اختفى في أي حوار بيتحول الحوار لمجرد رغي؟ احساسك بروحك. لو انت كمذيعه قلتي انا المذيعه منى سراج واخلوني بس ايه ويعملوا لي ايه وبتاع، وانا الاستاذه، انا الاستاذه اللي اسمي قد الطبل، بيضب الطبل كده في الدنيا كلها، واللي قدامي ضيف يعني ضيف لو انت جالك الاحساس ده يحطم اي حوار بتعمليه. لازم تبقي عارفه انه في النهايه انت دورك المذيع، وان النجم الحقيقي اللي موجود ايا كان، ان شاء الله يا رب واخده شحات من الشارع، بس هو البطل بتاعك في اللحظه دي. إما كانش يحس بأهميته وتديله هذا الإحساس، وإنك أنت دورك بس إنك الموصل الجيد بين اللي هو بيقوله والمشاهد أو المستمع، ضاعت القضية. واو، ده صحيح. طب أنا هرجع لمونte كارلو وأقول لك إن أنا عارفة إن أنت نجحتي نجاح باهر، وأذكر إنك أنت لما رحتي بيروت ووصلتي الناس استقبلوكي استقبال حافل، لدرجة إن كنتيش قادرة تطلعي من الفندق بتاعك من المعجبين والمعجبات. عايز أسألك شعورك ساعتها، هل حسيتي إنه واو أنا وصلت، ولا خفتي؟ اللحظة دي لحظة مخيفة برضو. ولا ده ولا ده، عشان أكون أمينة معاكي، أنا كسرت عندي حتة الغرور من، شوفي وانا لسه في سنه ثالثه جامعه من الدكتور. والله حقيقي، مش شخصيتي اتغيرت فعلا، مش هزار يعني. وانا
برضو ممكن يكون عندي إحساس داخلي بشوية عقدة نقص. ده عملت لا لا معلش، نقف عند عقدة النقص. ايه لا عقدة يعني ما النقص يا بحسش. سراء؟ بصي، يعني انت تملكي كل لا يعني لا معلش، موهبة ما وصوت لا. وأداء طب أقول لك فاتن حمامة قالت لي إيه؟ إيه؟ فاتن حمامة قالت لي، وأنا حاسة قوي بكلماتها دي، هي قالت لي ما كنت أروح في عرض خاص ليا في فيلم من الأفلام، قالت لي وانا نازله ناس يقعدوا يقولوا لي ده انت عظيمه، ده انت هايله، ده انت ما حصلتيش يا سيده الشاشه العربي. قالت لي جوايا يا سناء في حد، اللي هي الانا الاخرى بقى، تقول ولا تصدقش، ده انت يا كذا غلطه عملتيها في الفيلم ده، هنا ما عرفتيش تعبري. النظرة الناقدة لنفسك دي هي فاتن، يعني ده مش بتكلمي بقى سناء منصور، ده انت بتكلمي فاتن حمامة اللي حكت لي الحكاية دي. انا اعتقد ان انا برضو عندي الحتة دي، ان انا ما بتفرج على نفسي يا مان انت متصورة ان اقول الله انا عملت لا. في مذيعات على فكرة تقول لك شفتيني لما قلت كذا، انا كنت اقول يا رب ما كونيش شفتيني لما هببت الحكايه دي. اه والله انا هل بقول انا ما اقدرش اديكي تفسير، انا قلت عقده نقص، انا قلت لازم يكون في عندي يعني احساس ان انا لا انت لا كسرتي الايجو اللي جواكي. ما فيش. وحاجه التانيه ان انا فقدت بعد الصحافه، فقدت الجزئيه اللي كنت تحسي فيها انه اللي اتقالك ده ليه اهميه. يعني انا هفتكر حاجه، مره كنت في باريس، وجي رئيس البرلمان المصري، مش فاكره بقى كان مين بس بالتحديد، يمكن الدكتور رفعت المحجوب او الدكتور فتحي سرور او مين، اي مش فاكره. انما في رئيس البرلمان المصري جه وعملوا برلمان فرنساوي عربي مصري بتاع بتاع. وكانت انباء الشرق الاوسط كانت بتشغلني كده، هو قبل ما اروح مونte كارلو يعني، بتبعت لي احيانا اغطي حاجه ويدوني مقابلها فلوس ماديه، فرنكات يعني فرنساويه. فانا رحت عشان اغطي او اقول ارجع لهم بخبر يحطوه في وكاله انباء الشرق الاوسط عن اللقاء اللي حصل ده. اما رحت قعدت شفت الراجل المصري والراجل الفرنساوي رؤساء البرلمانات دي هي، وبيقولوا ايه ومش عارفه ايه العلاقات والاواصر مش عارفه ايه وايه المشترك وايه. رجعت على وكاله انباء الشرق الاوسط في باريس، قالوا لي قلت لهم ولا قالوا اي حاجه، كل الكلام اللي قالوه عادي خالص، يعني مش شايفه فيه جديد. يعني ايه قعدتي طول النهار وما طلعتيش بحاجه؟ مش شايفه حاجه تستاهل يعني. طب ورينا بس اللي انت فاديت لهم شويه حاجات، قلت اهو ده اللي عملوه يعني. خدوه طبعا وبقت منشطات. انما انا احساسي انه اللي اتقال قدامي ده لا يستحق. انا دايما عندي بقى الاحساس ده، انه لو انا نجحت النجاح ده لا يستحق، مش لا استحقه، هو لا يستحق اكتر من انه في لحظه ما الناس اعجبت بده. ما يستحقش اكتر من كده، ما يبقاش نهج في حياتي، ما يبقاش اسلوب في حياتي. وبالتالي وعندي النظره بقى بقول لك ان انا لما اتفرج على كنت برنامج ليا في التلفزيون او اسمع في الاذاعه ما اشوفش غير الاخطاء. واظن انت عارفه فيها الحكايه دي هي، يعني حتى في الطبيخ اشوف ايه الوحش ما اشوفش ايه الحلو اللي فيه. ف ما كنتش فاهم يعني، ما اخدتش ابدا احساس ان انا بعمل حاجه، كله بقول لك على حسب وربنا هو اللي بيديهولي وزي ما تيجي يعني. ما حسيتش ابدا بنفسي بجد. بس أنا انت عملتي حوارات مع يعني نجوم في عالم السينما والفن والأدب والسياسة، مين أكتر واحد أثر فيكي؟ لا صعب قوي ده يا ماما، اصعب سؤال ممكن توجهيه لضيف، لان انت عارفه انا بقالي كام سنه بشتغل في الاعلام. بس في حد 60 ممكن يكون سنه يا قال لك ماما، حاجة 60 سنه. واو ما شاء الله. فانا 60 سنه طب في مش حد ساب فيكي أثر؟ يعني أنا مثلا بقابل ناس كتير، لكن أحيانا حد يحكي لي حكاية أو يقول لي على حاجة ما أقدرش أنساها، تفضل في ذاكرتي. يعني في مثلا حوارات بيننا
كلام قلتيه ما اقدرش انساه، يعني يفضل في ذاكرتي. في حد قال لي ايه مفيش اي حاجه فضلت لا في انا ذاكرتي. لا، على فكره، يعني انا اقول الحلقه دي كانت كويسه لانه انا بالنسبه لي الضيف هو نجم الحلقه. يعني انت غصب عنك دلوقتي انت قدامي مذيع وانا النجم، رغم ان احنا اصحاب وبنتبادل المواقف كتير. انت اللي بتبقي الاستاذ وانا ببقى التلميذه او كتير. انت عارفه، انت تعلمي ان انا اللي بقوله صادق، انا عارفه. لان انت فاكره دي, مثلا دي, رحله دي اجمل الهند حاجه فيكي، بتاعتنا. دي اجمل حاجه فيكي طب بجد. انت فاكره رحله الهند؟ انت اديتيني فيها درس حياتي. يعني انا وانت رحنا الهند سوا، ها، مع مجموعه طبعا جميله جدا، بابا شارو وصفيه المهندس وشروت شافعي انت رحتي شفتي الهند دي بنظره الصحفي الثاقبه، وخدتي احلى ما فيها، وعملتي سلسله من عن الهند، صح. عن الهند. وانا وانت كنا متلازمين في كنا بنقعد هذه، في الاتوبيس جنب بعض في جو الاتوبيس الأتوبيس متلازمين. انا رجعت بالترابيزات اللي اشتريتها الهندي ما رجعتش زيك، يعني انت فاهماني. فانت احيانا تبقي استاذتي، يعني انت استاذه بالنسبه لي، استاذه. انت شفتي ده امتى وانا قاعدين جنب بعض؟ انا ما شفتوش وانت شفتي. فبالنسبه لي صحفيا انت استاذه وانا تلميذه. احيانا ببقى بقول كلام انت انا اقول على بعضها كده دي حلقه ناجحه النهارده، لا دي حلقه مش ناجحه، علشان حسب النجم اللي قدامي او الضيف اللي قدامي بيعمل. طب مش بما ان فاكره. احنا بنتكلم عنكم، اه انا عارفه ان كان ليكي علاقه صداقه طويله وممتده مع النجم العظيم عبد الحليم حافظ، ده واحنا حقيقي. كنا من يومين بنحضر حفله في مم. ذكراه، كانت من اجمل الحفلات الحقيقه، بس ما فيش حد يوصل لعبد الحليم. لا عايز اعرف ايه الاضافه اللي اضافها لك في علاقته هو بالاعلام، لان هو كان ذكي جدا في تعامله مع الاعلام. ايه الاضافه اللي اتعلمتيها منه؟ لا، عبد الحليم ما كانش بني ادم، كان مش بني ادم. بمعنى مش اه. مش انسان، اه. كان منظومه كامله. مم. عبد الحليم كان مؤسسه. هو عبد الحليم الصغنطوط اللطيف ده اللي بتاع اللي بتشوفيه، هو مؤسسه كامله مش بني ادم واحد. مش واخده بالك ازاي؟ بدات دي وانا صغيره خالص، اما كنت لسه بقدم في اذاعه الشرق الاوسط، وده كان يعني فتره اواخر الستينيات. يعني شوفي بقول لك امتى يعني. فانا كنت بقدم برنامج معمول في اذاعه الشرق الاوسط، كل مذيع بيقدم يوم. انا كنت بقدم 3 ايام برنامج ما يطلبه المستمعون من اغنيات قيثاره السماء، نجاة الصغيره، كوكب الشرق، يوم تاني كوكب الشرق ام كلثوم، ومن اغنيات عبد الحليم حافظ. كنت بقدم ال3 ايام في الاسبوع من ما يطلبه المستمعون. ده العادي كان عندنا في ما يطلبه المستمعون ان الناس بتبعت لي جوابات وتقول لك من فلان لفلان من فلان وده اللي كان ماشي في ال3 ايام العادي يعني. لحد ما عملت ما يطلبه المستمعون من اغنيه عبد الحليم حافظ، فقابلت شخصيه خرافيه ملهاش علاقه بالنجوم الاخرين. بمعنى بقى ايه؟ لقيت عبد الحليم ده بيكلمني في التليفون، يا سناء. شوفي بقى لما يطلبك عبد الحليم نفسه وانتي لسه يعني لسه في بس بدايتك. ده انا في سنه تانية اذاعه. انت هتقدمي ايه بكره عندي في الحلقه بتاعتي؟ يعني اقول له عملت لك اغاني كذا وكذا وكذا وكذا، حتت منها يعني وبتاع، لان البرنامج كان 2 بس على الهواء. اقدم كذا وكذا وكذا والاسماء، وجالي جوابات كتير طالبينه. يقوم هو يقول لي طب ايه رايك بقى عشان نعمل اضافه يبقى البرنامج مختلف عن الاخرين؟ ايه رايك ان انا اجي ومعاكي على الهوا وانت تقري نص الجوابات دي وانا معاكي اقرا النص التاني؟ لا 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 لا، لا انا بديكي فكره ده هو رفع البرنامج وحطه في حتة تانية. ده لسه اما تشوفي عمل ايه تاني. نيجي خلاص احنا بقينا نقول بس الاسماء وبتاع ومن فلان. الناس مش مصدقه ان عبد الحليم بنفسه بيقول، ومن عبد الحليم مثلا من محمد لعبد الحميد، ومن عبد الحميد لفلانه. مش مصدقه ان عبد الحليم معاهم على الهوا. نيجي بقى الاسبوع اللي وراه، طيب ايه الاغاني اللي هتحطيها؟ اقول له عملت اغاني، كانه
يعني درس لي يعني ايه اعلام، درس لي يعني ايه تبقي مختلفه، يعني درس لي انك تبقي يعني صنف اخر غير الاخرين. يقول لي طب ايه رايك بقى انه مثلا الحلقه دي بقى تبقى كلها اغاني مثلا كمال الطويل اللي ملحنها كمال الطويل، واجيب لك في ايدي كمال الطويل وانا جاي، يعني كمعد البرنامج ومخرج البرنامج وبيجيب الضيوف وجايب الضيوف وهو نفسه قاعد على الميكروفون معاي. فحلقته كانت يعني انا يعني معلش يعني نجاة الصغيره قيثاره السماء، وانا بحبها جدا 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 جدا. حاولت، انا قعدت اشتغل في اذاعه الشرق الاوسط 4 سنين قبل ما اطلع مونte كارلو، قبل ما اطلع باريس. حاولت خلال الاربع سنين دي ان انا اخد الجهاز بتاعي بتاع التسجيل واسجل لها في بيتها حاجه عشان اضيفها، ما انا بقى متعوده، انا خريجه مدرسه عبد الحليم، اني انا اخد تقول اي حاجه نجت في برنامجها. فشلت. مش انا بس مش بكلمها اقول لها انا سناء منصور لو سمحتي، ده انا خليت كل اللي بيحبوها، وحد مثلا وجدي الحكيم صديقها اقول له وجدي والنبي كلم لي نجاة علشان خاطر. ما كانش فيه طريقه ان انا اوصل لها، وبالتالي فضل برنامجها من فلان لفلان ومن فلان لفلان لنجاة الصغيره تغني. انا لعبت دور تاني بقى، انا بقى كنت خلاص بقى يعني ابتديت ابقى اعلاميه يعني. لعبت دور تاني مع السيده ام كلثوم. السيده ام كلثوم اغانيها كانت كل اغنيه يجي ساعه ولا ساعه و10 دقائق وكلام من. فبقيت انا لما بقدم اغانيها اخد مقتطفات من كل، يعني لان انا لازم احط مثلا 5 اغاني على الاقل في الساعتين يعني، فاخد مقتطفات منها. بأستاذتي الكبيرة اللي علمتني الكتير وأنا مدينة ليها بكل خبراتي الإعلامية إلى حد كبير قوي، الأستاذة أمال فهمي، قالت لي يا بنتي طب ما نعمل حاجة. قلت لها نعمل إيه؟ قالت لي ما تصغري الأغاني. فحصل فعلا، بقيت أنزل مع يعني مونتير مهندس صوت اسمه صادق الله يرحمه يعني، ونقفل علينا الاستوديو ونقعد بالاربع والخمس والست ساعات ناخد الاغنيه بتاعت ام كلثوم اللي هي على ساعه و10 دقائق، نبتدي ناخد كل جمله منها احلى مره، نسمع ونعيد ونزيد ونقول هي دي الجمله اللي هنحطها قبل الجمله اللي قبليها وقبل الجمله اللي وراها. وبالتالي خلينا اغنيه ام كلثوم اللي على مدى 10 ساعه و10 دقائق تختصر في حوالي 15 ل 17 دقيقة. فكنت بقدر في ما يطلبه المستمعون من أغنيات كوكب الشرق سيدة الغناء العربي إن أنا أحط لها أغاني كاملة. طب بما إن إحنا بنتكلم على أم كلثوم، أنا عارفة إن ليكي قصة مشهورة جدا معاها أحب جدا إنك تحكيها. مش عايزة يعني أنت يعني عمالة تفخمي فيا وبعدين فاكرة فجأة تديني إحساس بالضآلة. لا إيه قصدك؟ لا بالعكس، أولا ده يعني القصة دي بالذات بفتكرها دايما يا سناء، لأن هي بتحسسني قد إيه كنت ذكية ولبقة، وقد إيه هذه السيدة العظيمة كانت من الحكمة والجرانديوز، يعني كانت العظمة. فأتمنى إنك تحكيها. بصي يعني أنا الحقيقة أنا كنت لسه طفلة في الإذاعة، بقى لي سنتين بقول لك، بس الحقيقة ده الكلام ده كان سنة 66 و 66 67 يعني. أنا كنت لسه طبعا بقول لك أنا دخلت الإذاعة دي وأنا في سنة 64 دخلت إذاعة الشرق الأوسط في بدايتها يعني. أنا كنت صوت طبعا رفيع قوي وبسيط قوي وفي كمية من البراءة ملهاش حدود. فاختارتني أمال فهمي والكاتب الصحفي، مش عارفة الناس في العالم العربي يفهموا الكلمة دي لو كان بيتذاع على مستوى العالم العربي، دقرم. عارفة يعني إيه دقرم؟ طبعا يعني عفريت. عفريت إعلام فعلا يعني. مفيد فوزي الله يرحمه، الله يرحمه يعني من القامات الإعلامية العالية حقيقي نفتقده فعلا فعلا. جني عارفه بتاعت مصباح علاء الدين يطلع لك عايز ايه يديكي اللي انت عايزاه كمعد، يعني حاجه عظيمه جدا يعني. فاختاروني
ان اعمل اجرأ برنامج شافته الاذاعات المصريه والعربيه في شهر رمضان. مستغلين فيا بقى البراءه الصوت وصغره والغباوه بتاعتي. لسه انا جديده بقى، ما فهمش كواليس العالم الفني ده فيه ايه، ما اعرفش يعني. حطوكي في وش المدفع. وحطوني في وش المدفع، مفيد يكتب وانا اسال واذيع. انا احكي لك قصه ام كلثوم، يعني الحقيقه هذه السيده العظيمه يعني. فانا وما اعرفش ايه خلفيات، يعني اي سؤال كنت بساله في البرنامج ده انا بساله كانه سؤال عادي، لكن الحقيقه انا بقول اجرأ ليه، لانه كان كل سؤال بيلخص حاله كامله انا ما اعرفهاش، ويمكن في اوساط معينه تعرفها والمشاهد يمكن المستمع يعني يمكن ما يعرفهاش. لا، والاستاذ مفيد ما كانش بيسال اي سؤال، كان بيبقى فيه خلفيات ما هو وحكايات وموضوعات ورا اي سؤال. مش كده، فالسؤال مهم جدا وانا مش حاسه، انا يعني بدخل اسال السؤال زي ما تيجي يعني كده. فيعني فانا يعني في 30 حلقه في شهر رمضان، ودول كان برنامج بقى لما نزل كسر الدنيا. يعني عارفه لما النهارده يقول لك مثلا ده برنامج كسر الدنيا، تلاقيهم كسر 17 واحد اتفرجوا عليه، لكن ده كان كسر الدنيا فعلا والناس بقت قاعده تستناه. كان اسمه وافق امتنع، وكانت فكرته انه انا هسال اسئله مفروض انها جريئه جدا، والضيف عليه انه يوافق فيجاوب او يمتنع فيقول انا امتنع وانا ملياش حق انا اقول له امتنعت ليه ده في كذا، لا خلاص امتنع. والامتناع في حد ذاته يا منى بيحمل معنى وبيحمل هو إجابة. ربط برضه. فأوافق أمتنع يا ستي في عدة حلقات متفرقة جاب سيرة سيدة الغناء العربي. أنا برضه هستعمل لك كلمة مصرية كانت موجودة عندنا زمان، مش موجودة دلوقتي في الفوكابولري بتاعنا، مش موجودة تروبشة. عارفه تروبش يعني ايه؟ يعني تلعب شوكي، لسه ما تهذبتش اعلاميا يعني. ففي سالت استاذ الدكتور يوسف ادريس بسبب او باخر، مفيد حاطط السؤال ده وفي خلفيه ما في ذهنه هو انا ما اعرفهاش. ساله اذا كان يستطيع انه يمتنع عن التدخين في حفلات السيده ام كلثوم، لأنه كان طلع قرار من محافظ القاهرة كان السيد حمدي عاشور إنه ممنوع التدخين في الحفلات العامة، ما تبقاش الدنيا. السؤال ده في خلفية أخرى أنا ما أعرفهاش. فيوسف إدريس، الدكتور يوسف إدريس الله يرحمه، قال لي أنا ما بحضرش حفلات أم كلثوم. ده الإجابة، وافق إجابة. أدي أول حاجة. حط بقى البرنامج ده على جنب. في حلقة أخرى أستاذ أحمد بهاء الدين، أستاذ أحمد بهاء الدين هقول صح أو أقول غلط، مثلا مش فاكرة هي أي أغنية بالظبط بس أعتقد إنها كانت بعيدة عنك حياتي عذاب. أغنية قول صح أو غلط. بعيد عنك حياتي عذاب أغنية الموسم. فالأستاذ بهاء يقول لي غلط. أنت متخيلة؟ حملي كده 10 مرات متخيلة؟ وأنا هحس إنه العملية بسيطة يعني عدم حلوة قال غلط. يعني أنا مش مستوعبة، بكلمك بأمانة أنا مش مستوعبة خطورة الحاجات دي. في حلقة 3 في الخلفية بتاعته في تنافس شديد جدا بين الإذاعيين، الأستاذ جلال معوض والأستاذ أحمد سعيد. أحمد سعيد من الخليج إلى المحيط إلى كذا، وأستاذ بقى جلال معوض أغنية السيدة أم كلثوم سيدة الغناء العربي عندما تسبح لا يعني شخصيتين بس في تنافس شديد جدا 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 بينهم. فأنا أسأل أحمد سعيد رئيس صوت العرب في هذا الوقت، أقول له أستاذ أحمد مين أحسن مذيع يذيع حفلات السيدة أم كلثوم؟ والسيدة أم كلثوم ما كانش بيذيع حفلاتها غير جلال معوض. فهيقول إيه؟ ما هو في التنافس بينها، هيقول أحسن واحد جلال معوض ولا هيقول لي؟ فراح قايل لي الله وهي السيدة أم كلثوم يعني محمل لازم يجي وحد يقعد أغنية وخلاص عشان يقلل من قيمة الأستاذ جلال معوض.
انا ما برضو تروبش ما افهمش، فاحس انه الله ده انا عملت سكوب، ده حاجه مهمه قوي ده اللي اتقال. هذه النوعيه من الاسئله على مدى الشهر، مش الشهر كله، يعني على كذا، يعني هكذا. الكامل او ايام البدايه بتاعه البرنامج كذا. ف يعني هم متفرقين الاسئله، بس لو جمعتيهم على بعض يبقى في حمله ضد السيده ام كلثوم، او هكذا هي اعتبرتها لما احدى الصديقات قالوا لها انه يعني طبعا ان كل اللي بقوله لك ده حصل بعد كده عرفته من السيده ام كلثوم نفسها. حد من احدى الصديقات قالت لها انت بتتشتمي كل يوم في اذاعه الشرق الاوسط. انا بقى بالنسبه لها مذيعه عمرها ما سمعت اسمها ولا تعرفها ولا ليا اي اهميه بالنسبه لها، لكن هي بتسمع ما يطلبه المستمعون من اغنيات كوكب الشرق سيده الغناء العربي، وشافت اغانيها بتتعمل. وده رغم انها كانت فكره الاستاذه امال فهمي في البدايه، لكن انا اللي قمت بالتنفيذ. ده خلاه في ايه، في يعني في همزه وصل ما بين الست المذيعه دي، البنت العيله المذيعه اللي هي ما تعرفش اسمها ايه، والسيده ام كلثوم. المهم غضبت غضب شديد السيده ام كلثوم، وطلبت من المسؤولين وقف اغانيها من الاذاعات المصريه. ممنوع تذيعوا لي اغنيه. غضبت. انا عمر ام كلثوم ما حد جرؤ ان هو يلمس طرف فستانها، وكان حقها. يعني ايه قامة كبيرة يعني. ايه دي ام كلثوم، دي اللي مجمعه العالم العربي كله في اول خميس من كل شهر، يبقوا وحده واحده. انت في الهند، في السند، في الصين، في مصر، اي حد عربي ام كلثوم الوقت المقدس بالنسبه له يوم الخميس، اول خميس في كل شهر، عشان يقعد يسمع ما تقدمه السيده ام كلثوم. انا بغباوتي بقى كطفله في الاعلام ما اعرفش، يعني انا عارفه اهميه السيده ام كلثوم، بس مانيش من جيلها، مانيش من يعني المتابعين ليها. احنا كنا واحنا صغيرين كنا نزهق. انا ما عرفتش ام كلثوم الا لما كبرت شويه في السن يعني. المهم فغضبت ام كلثوم ومنعت، فاصبحت مانشيتات الصحف المصريه تاني يوم هذا الطلب من السيده ام كلثوم والمنع، اصبحت مانشيتات في الجرايد المصريه كلها. وقف اغاني، مش عارفه ايه، حاجات كده. ام كلثوم الدنيا اتقلبت في مصر. تدخل ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، عمري ما انسى له هذا الموقف في حياتي. تدخل الاستاذ العظيم محمد حسن هيكل وانهى هذا الموضوع، وقال للمسؤولين الكبار سيبوا لي الموضوع ده وانا اللي هحله بطريقتي يعني. وفعلا كلم السيده ام كلثوم حمانه. يعني انا شخصيا استاذي العظيم القديم حاول يحمي بنت من ولاده، قال لي انا ما يهمنيش الاخرين، اللي يهمني انت. يعني انا برضو مشروع احد مشاريع الاستاذ هيكل الصغيرين يعني. وفعلا حل الموضوع. كان الواسطه يعني ما بيننا وما بين السيده. هو كان له دلال برضو على السيده ام كلثوم، عليه دلال على المسؤولين وليه دلال عند السيده ام كلثوم. وبعدين لمعلوماتك، انا عمر الاستاذ هيكل ما قال لي الحكايه دي هي اللي قالتها لي السيده ام كلثوم. انا بقى في الفتره دي هي بصينا لقينا بقى المشكله بقى بتاع، وفضل انا عندي بقى انا لسه بقدم ما يطلبه المستمعون، ما انا لسه، ما هو انا نفس المذيعه اللي بتذيع ما يطلبه المستمعون اغنيات ام كلثوم، وبذيعه كان يوم الاربع من كل اسبوع، والاربع كان فاضل له 48 ساعه ويبقى اربع، يعني مثلا يوم الاثنين. فكرت بقى قلت الله، انا في واحده قريبتي اسمها طنط سميره، دي صاحبه الانتيم بتاعت ام كلثوم. طب ما انا اعمل مصالحه، لما لقيت بقى ما فيش قبض علينا ولا حاجه، اعمل مصالحه مع السيده ام كلثوم واكلمها في التليفون واقول لها انا عندي يوم الاربعاء ساعتين على الهوا، احط فيهم ايه بقى، فاضيين ما فيش ام كلثوم. المهم كلمت طنط سميره قلت لها لو سمحتي ممكن تديني نمره السيده ام كلثوم اكلمها في التليفون عشان استاذنها انها تحط اغانيها عندي انا، مش مهم الاذاعات الاخرى، عندي انا في البرنامج بتاعنا اللي هو برنامجها في النهايه وبرنامجي انا اللي بذيع. قلت لها بس ارجوك، قالت لي طيب انا بس انا مش هقدر اديكي تليفونها الا لما استاذنها هي اولا.
ماشي، انا بحكي لك بالتفصيل لانه مهم قوي التفاصيل في كل الجزئيه دي هي. فانا قلت لها اوكي، بس ليا طلب واحد يا طنط سميره. قالت لي هو ايه؟ قلت لها ارجوكي اوعي تقولي لها ان انا سناء منصور بتاعه وافق امتنع. انا هكلمها على اني سناء منصور، ما هي ما تعرفش اسمي اساسا. يعني انا مين انا؟ مين انا كمذيعه اجي ايه في ام كلثوم عشان تعرف اسمي يعني؟ فقلت لها بس تكلميها، ما تقولي لهاش يا طنط سميره ان انا بتاعت وافق امتنع، انا بس بتاعت من اغنيات ما يطلبه المستمعون. قالت لي اوكي. 3 دقايق طنط سميره بتكلمني بتقول لي اوكي سيده ام كلثوم وافقت على انك تكلميها، ان انا اديكي نمرتها يعني، وكلميها. كلمتها في التليفون، رد عليا صوت صغير. على فكره ام كلثوم يقولوا لك صوت اجش وعظم، صوت شاب صغير، صوت نضر كده اهو. على ده فكره غير كان صوت ما ظهر في السينما انه هي ليها صوت ضخم ما كانش بقى في التليفون كده، كان صوت شباب كده حلو. قلت لها انا سناء منصور بقدم لحضرتك ما يطلبه المستمعون من اغنيات. قالت لي ايوه يا بنتي والله ده انا مبسوطه قوي 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 من اللي انت بتعمليه وبسمعه دايما، ومختصره لي اغنيه في احلى يعني فهمت الجزئيه دي. قلت لها طيب انا عندي يوم الاربعاء بعد بكره البرنامج وعندي ساعتين فاضيين، هل تسمحي لي ان انا انزل اغانيكي في الوقت ده استثناء عن كل قالت لي لا انا اسفه يا بنتي، انا مش هرجع في كلامي كده، ما يرضيكيش. ما يرضينيش ايه يا فندم؟ قالت لي بقى ما يرضيكيش اللي عملوه فيا وكلا كذا. ما يرضيكيش اللي الدكتور يوسف إدريس قاله، ولا الاستاذ احمد بهاء الدين اللي قاله، ولا احمد سعيد اللي قاله بتاع. فانا انا شبت في احمد سعيد بقى. قلت لها طب الاستاذ احمد سعيد هو رئيس صوت العرب، حضرتك اجمعي اغانيكي في عند الاستاذ احمد سعيد في صوت العرب بس. ما انا عايزه بقى الشرق الاوسط تستثنى يعني. فقالت لي انا بشوف في قد ايه انا طفله بتكلم هذه السيده العظيمه يعني. فقالت لي يا بنتي في مثل بقت تعلمني يعني. يا بنتي ده في مثل بيقول ما شتمك الا اللي بلغك، واللي بلغني اذاعه الشرق الاوسط والمذيع وامال فهمي والكلام ده هو اللي عمله البلد. اروح لها من هنا. هي حكت لي بقى، قالت لي استعملت كذا مره في الحوار ده يا منى وحياه الشهر العظيم، لانه كان شهر رمضان، الاقيها كل شويه تقول وحياه الشهر العظيم انا ما يرضيني كذا، وحياه الشهر العظيم انا كلمني محمد وقال لي انه كان هيتم القبض عليهم. بتكلمني كله على اني انا ماليش دعوه. فانا قلت له وحياه الشهر العظيم انا ما يرضيني ان هم يتقبض عليهم، انا دي عمليه اقل كتير من ان الولاد دول يتاذوا للدرجه دي، بس انا زعلانه يعني وبتاع. المهم ان التوفيق. قلت لها مين محمد ده اللي كلم؟ ما انا ما اعرفش. بتقولي محمد يعني مش احنا متعودين استاذ هيكل. فتقولي محمد. قلت لها مين محمد ده اللي هكلم حضرتك؟ قالت لي محمد حسنين ايه يعني؟ قالت لك ايه المجنونه دي العبيطه اللي بتكلمني في التليفون؟ قلت لها حضرتك لو انا بقى ايه، قلت استعملي ذكائك شويه يعني. قلت لها البنت اللي هي دي بنت عيله، ببقى كاني انا بقى الاستاذ ما تسواش يعني، دي بقى لها سنتين بس بتشتغل في الاذاعه وما مش فاهمه، فدي بنت صغيره ودي حاجات كده. والست واخداني يمين وشمال وتحكي لي والاخر. وصلنا في الاخر اخر المكالمه الطويله العريضه انها قالت لي طيب. انا قلت لها ارجوكي انا كده هضيع، وفين البرنامج وساعتين على الهوا فاضيين ما فيهمش اغاني وبتاع. قالت لي بصي انا اوعدك انك تكوني اول واحده، عشان اللي انت عملتيه في اغاني المونتاج اللي انت عملتيه عاجبني جدا، فعشان المونتاج ده انا اوعدك انك اول واحده هتذيعي اغنيات ام كلثوم، بس اديني فرصه ان الدنيا يعني ما يبقاش انا اقول وبعديها باسبوع ارجع في كلامي يعني. اديني فرصه ده. وانا بدعوكي يعني بطلب منك انك انت تجيلي تاخدي فنجان شاي معايا، وانك تجيبي لي تستأذني من الأستاذ عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعات المصرية إنك تجيبي لي نسخة من الشرايط أغنية كلها اللي أنت عاملاها لي مختصرة كده، مش ترت بقى من الفرح. وهوعدك إنك أول واحدة هتذيعي الأغنية فيما يطلبه المستمعون يعني. ربنا يخليكي ليا يا فندم. وبقيت فرحانة جدا جدا جدا، وقلت بقى هاخد لها الشرايط وأروح أخد الشاي عند السيدة أم كلثوم، أقابل أم كلثوم يعني مش مستوانا، اقصى حاجه في مستواها كانت عبد الحليم حافظ يعني، بس ام كلثوم دي حاجه.
وقفلت السكه، ويا منى من فرحتي قلت خلاص بقى العمليه هتاخد لها اسبوع اسبوعين ونرجع تاني يعني. رحت مكلمه طنط سميره، قلت لها يا طنط سميره ميرسي جدا جدا، يعني ام كلثوم طلعت ست لذيذه جدا جدا جدا، ويعني وافقت انها يعني القصه اللي انا حكيتها لك دي. والحمد لله طول المكالمه ما عرفتش ان انا سناء منصور بتاعت اوافق امتنع. انا بكلمها على سناء منصور، دي شخصيه اولاميه تانية. راحت طنط سميره الي في التليفون، انت عبيطه ولا بتستعبطي؟ قلت لها في ايه؟ قالت لي انت متصوره ان انا اخون صديقه العمر بتاعتي وما اقولهاش انك انت سناء منصور بتاعت اوافق امتنع؟ انا كاد يغمى عليا، كاد يغمى عليا في التليفون. وحسيت فجاه يا منى بامانه، اكلمك بامانه، ان السيده ام كلثوم دي سيده عظيمه، وان انا في النهايه قدامها حشر صرصار تستطيع انها تسحقني في دقيقه وتقول لي انت مين يا كلبه اللي تجرؤي تعملي ده على ام كلثوم وتفهمي. هتقولي لي مش فاهمه، لا مفيش حاجه اسمها مش فاهمه، ما دام انت مذيعه تبقي فاهمه. ازاي مش كان ممكن؟ بس انا قلت كان ممكن يبقى يعني ده كله ده بقى جه في ذهني، انا كان ممكن رد فعلي اقول لها، اقول طول عمري بعد كده انا يعني انا اللي زعلت ام كلثوم، انا اللي منعت اغاني ام كلثوم. انا حسيت فجاه ان هذه العظمه اللي كانت تستطيع انها تسحقني بكلمه ترفعت عن كل حاجه وعن ما وادركت ان انا طبعا قريبتي قالت لها دي عيله وحماره وكلام من ده يعني، انما ترفعت وما ادتنيش احساس لمده ثانيه واحده انها شاكه فيا، وقالت لي تعالي خدي الشاي معايا، وقالت لي تعالي هاتي لي التسجيلات بتاعتي. حسيت بعظمتها وحسيت بضالتي، ولحد النهارده انا كل ما افتكر المكالمه دي اقول يا عظيمه، يا ريت ابقى اخد عشر من هذه العظمه اللي كانت فيها هذه السيده، وان انا اتصرف مع الاخرين التصرف اللي هي عملته معي. عايزه اقول لك ان ترفع عن الصغائر، ها ترفع عن الصغائر، يعني كانت وانت قالت لك مين؟ انت يعني انت مين يا حته لا، مذيع؟ بس هي اكيد ادركت يا سناء انك انت يعني ما تقصديش وان غرر بيكي يعني. وهي الحقيقه قالت لي في وسط الكلام لما كنت اقول لها مين دي، يعني دي بنت عيله صغيره يعني، قالت لي انا زعلانه من امال فهمي وزعلانه من مفيد فوزي لانه دول كبار وعارفين بيعملوا ايه. يعني هي فهمتني ان انا صعبت عليها. طب سناء، بما ان احنا بنتكلم على المذيعه والاذاعه، ايه النصيحه اللي ممكن تنصحي بيها اي شاب او شابه نفسه ان هو يكون مذيع ناجح وجاد وصادق؟ انا مره سالت الاستاذ انيس منصوري يا منى وقلت له ايه النصيحه، قال لي مش بحبش حد يسالني السؤال ده، بس انا عايزه اقول لك انا رايي انه انا قلت له، قال لي ما مش عايزه ادي نصايح، انا مالي انا كل واحد بطريقته يعني. دي شربات طبعا. الاستاذ انيس كان جميل قوي. اللي انا عايزه اقوله، انا كنت بقول دايما لزميلاتي الصغيرين لما بقيت رئيسه بقى وبقيت مديره برامج وبعدين بقيت رئيسه وبقيت رئيسه قطاعات، كنت بدي اقول لهم اعتبروا، انا برايي ان المذيع يعتبر نفسه قطر ماشي على قضبان، كل محطه بتيجي بتبقى اضافه. مش كنت اقول لهم ما تبصوش حواليكم، ما تقعوش في اللي بيقع فيه الاخرين، انت قطر وماشي، كل محطه لازم تتعلم اكتر، تدرس شخصيتك، تتواضع، تاخد فيها المحطه اللي جايه لازم يبقى فيه اضافه ليك. يعني اشتغل على انك قطر ماشي لحد ما توصل لانك انت تقول انا بقيت مذيع جيد. ودي مش سهله، ان انا ابقى مذيع جيد لازم اربي نفسي، اعيد تعليم نفسي، اعمل اضافات لنفسي، كل محطه زياده مش نقصان، اتعلم لغه جديده، اعرف اجيب المعلومه ازاي. يعني كل محطه فانت قطر ماشي، اللي يتساقطوا حواليك مالكش دعوه بيهم، اللي بيقولوه الناس مالكش دعوه، الحلو والوحش مالكش دعوه، انت القطر ماشي لمحطه في النهايه هي النهايه بالنسبه لك كقطر، والبدايه انك انت تبقى مذيع جيد. انا عايزه
أسألك على السوشيال ميديا، وده سؤال بجد محيرني، لأن يعني احنا بنقول إن عدد الذين يكتبون في السوشيال ميديا أكتر من عدد الذين يقرؤون. أنا عايز أعرف بقى يعني الظاهرة دي امتدت حتى للبرامج. احنا بنشوف حوارات على السوشيال ميديا وكأن كل الناس تحولوا إلى مذيعين ومذيعات، وكل حد ياخد كنبة ويستضيف يحط قدامها واحد وهات يا كلام في الفاضي وفي المليان. هل دي ظاهرة صحية ولا فوضى إعلامية؟ انت جايه، انا بنتمي لعصر يا منى بيتضاءل ويتلاشى ويختفي من وجه الحياه، من على وجه الدنيا يعني كلها. انا نهايه عصر ال الاختيار والانتقاء، وانك انت تمسكي الامور ازاي وميزانك يبقى من ذهب ازاي مش ذهب. انا عصر ده انتهى، عصر مش هو ده اللي هيستمر. انت تقولي انا بالنسبه لي انا طبعا فوضى اعلاميه، طبعا مش كل ما حد قعد قدام الميكروفون بقى مذيع. طب انه ازاي ما اتدربتش وتعلمت وعرفت كل الاسرار قبل ما تنطق قدام الكاميرا أو قدام الميكروفون. فانا ماليش في السوشيال ميديا وما بتفرجش عليها. زي بقول لك انا عصري بينتهي، انا مرحله من الحياه خلاص بتخلص، يعني بذهابي وذهاب الاعلاميين اللي في سني او كلهم عصر انتهى. ده عصر جديد تماما، انا ما اعرفش عنه حاجه، ما اعرفش عنه حاجه، ما بحبوش قوي. عارفه انك لا تستطيعي انك انت تقفي امام هذا التكنولوجيا العظيمه اللي داخله في حياتنا، والتغيير الاخلاقي والمهني والتوعوي، كل حاجه بتتغير. انا ماليش حكم عليها دلوقتي، وانا بنتمي لعصر مش عصر السوشيال ميديا. انت بتقولي انك انت لا تنتمي الى هذا العصر، لكن انت يعني اثرتي في ناس كتير في هذا العصر. انت بتملكي حاجة غريبة جدا، قدرتي على اكتشاف المواهب. يعني انت اكتشفتي احمد حلمي، اكتشفتي داليا البحيري، اكتشفتي غيرهم كتير، سامح عبد العزيز، تامر بسيوني، اسماعيل فاروق، طارق فهمي، لا عدد كل دول في شفتيهم وقلتي دولت هل قلتي دول هيبقوا نجوم، ولا يعني حسيتي ان هم فيهم حاجه انت الوحيده اللي شايفاها؟ يعني انا عارفه انه احمد حلمي دخل مكتبك وهو عنده فكره برنامج مش عايز هو يقدمه، انت صممتي انه يقدمه ليه؟ ما هو يعني انا ما اعرفش برضو دي يعني زي ما بقول لك، ربنا في حاجه ان يقول لك ده قبول، ده حضور، دي ما تقدرش توصفيها ايه، ده ربنا اللي بيديها. انا عارفه ان انا عندي الحمد لله هذه القدره. كنت احس يعني انا كنت انزل، عارفه يا منى، كنت انزل وقت ما يعملوا امتحانات للمذيعين، هم ياخدوا المذيع بقى اللي بيقعد بقى يتفزلك ويعملوا بتاع، وانا بعد ما يخلصوا كله الامتحانات وخلاص هيوزعوهم على الاذاعات، انزل وانا رئيسه اذاعه الشرق الاوسط اقول انا هاخد فلانه دي وهاخد فلان ده وهاخد ده. ما اعرفش ايه الاسباب اللي بتخليني، بس حاجات صغيره قوي بتبقى في كل واحد فيهم، وانا قاعده اتفرج عليه وبسمعه وبتاع اقول انا عايزه ده. انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اولادي المتميزين في كل التلفزيونات، القنوات الخاصه والقنوات الدوله، المتميزين بتوعي هم اللي مكسرين الدنيا الحمد لله، اختياراتي. يعني انا بحس، يعني عايزه اقول ايه، ان انا كنت الولاد اللي بختارهم بلاقي فيهم حاجه مش موجوده عندي، الاقي فيهم حته بذره اقول الله. يعني اول ما اول حوار بيني وبينه كده هو في الاختبارات بتاعتي وكده هو اللي بعملها، اقول الله ده بيفهم في الحته دي اكتر مني، اقوم واخده. وكانت النتيجه فعلا انه كلهم بقوا يعني احسن ما هو في السوق الاعلامي المصري، كلهم ولادي. طب لا احمد حلمي احمد حلمي
أنا كنت عندي فكرة البرنامج مختلفة عن اللي هو قدمه، بس في نفس الإطار، أطفال وكاميرا وبتاع وبيتكلموا عن موضوع صعب. هو حولها، يعني هو دخل التجربة وخليت مخرج ومذيع ينزلوا يعملوها، ما عجبتنيش، وكان أحمد حلمي بيساعد هذا المخرج في اللقطة دي. رجع بقى بعد شهرين لقيته داخل هو مساعد مخرج، يعني بسيط قوي ملوش علاقة خالص بالإذاعة، يعني احنا كنا في التلفزيون. ف لقيته داخل يقول لي انا عندي شريط عملته، انا اسف ان انا عملته من غير ما استاذنك، لانه مش مفروض ان هو يسجل حاجه ما يقوليش عليها، يعني وانا كرئيسه القنوات الفضائيه وقتها. فانا قلت له يعني بيني وبينك بقى، قلت عندي بلاوي وده لسه هنقعد نتفرج على مساعد مخرج اخد فكره وعملها بشكل مختلف. قال لي هعملها، عملت حاجه شكل مختلف بس البذره الاولانيه موجوده، بس ما اعرفش صعب عليا لانه صغنطوط كان كده هو وداخل مكسوف وخايف وبتاع. صعب عليا، قلت له حط الشريط ونتفرج. انا طبعا عندي في المكتب ان انا اقدر اشوف البرامج قبل ما تنزل يعني. فحط الشريط وانا قعدت بقى قلت اديكي هتضيعي ربع ساعه من حياتك ولا حاجه كده في كلام فارغ بس عشان صعبان عليا الولد ده. دقيقه 2 3 لقيت نفسي بتلفت كده على البتاع، وقعدت وبكركر من الضحك، وانبهرت باللي احمد اللي نزل قبل كده ناس يعملوه، ورفضت تماما انه ينزل يعني. انبهرت باللي هو عمل، ومن هنا بدات يعني الاكتشاف بدا من هنا. فانا قلت له انت، قال لي طب انا عايز، هو نفسه كان يبقى مخرج، هو مساعد مخرج. قال لي طب انا هخرجه، تديني الفرصه ان انا ابقى مخرج يعني واخرجه؟ قلت له لا 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 لا، انا هجيب واحد تاني يخرجه. انهار. قال لي مين اللي هيخرجه؟ قلت له لا انت حبيبي هتبقى المذيع مش المخرج. رفض. قال لي مدام انا ما اقدرش، انا ماليش دعوه بالكاميرا، انا مش عايزه ابقى مذيع، انا عايزه ابقى المخرج. قلت له لا انت هتبقى المذيع، ما فيش حد غيرك يعرف يعمل ده، انت ما تعرفش انت هتبقى ايه. واو. وكانت انه قبل انه يبقى المذيع. وحتى في الاول من رعبه من الفكره ما كان بيرفض انه يطلع بوشه، كان بس ايده والميكروفون اللي في ايده، تصوري كان خايف. بعد كده بقى ابتدى لما لقى النجاح الرهيب. عايزه افكرك بحاجه يا منى، وقتها كان جريده الشرق الاوسط اللي بتصدر من لندن وهي سعوديه، يعني الاخوين حافظ، كانت بتعمل استفتاء على مستوى العالم العربي على احسن مذيع. طلع كان طبعا احنا نزلت البرنامج بتاعه في رمضان، ما فيش، قلت له ما عندكش، انت عندك 20 يوم اعمل لي 30 حلقه، 20 يوم عشان تعمل لي 30 حلقه بنفس المستوى ده. هو بقى يشتغل ليل ونهار حبيبي، يعني يشتغل فعلا ليل ونهار هو والمخرج والمساعدين والكلام ده عشان يطلعوا لي البرنامج. فاتعمل بعد رمضان على طول الاستفتاء ده. هو عمره قد ايه كمذيع؟ شهر ونص كمذيع. طلع احسن مذيع في العالم العربي في السنه دي هي عماد الدين أديب. كان بيعمل على الهوا او حاجه كده، هو برنامج خطير بيجيب فيه رؤساء الوزارات في العالم العربي والامراء والمفكرين والبتاع. رقم 2 طلع احمد حلمي اللي عمره شهر كمذيع، طلع رقم 2 في العالم العربي بعد عماد الدين أديب. مش اي حد يعني، عماد الدين أديب على مستوى العربي، تاني واحد على المستوى العربي كان احمد حلمي، وبعد كده بقى يطلع الاول في الاستفتاءات كلها اللي ليها علاقه بالمذيعين. طب وداليا البحيري؟ داليا البحيري انا بالصدفه كنت بحضر حفله اوبرا كانت في الاقصر، وانت عارفه، وكان بيحضرها الرئيس مبارك والسيده حرمه، وكنا قاعدين على درجات يعني في احد معابد الاقصر، وكانوا بيقدموا فيها اوبرا عايده. فانا قاعده يعني ضمن اللي كانوا المدعوين الاخرين، انا قاعده ولقيت بنت نازله على المدرجه. انت عارفه طبعا كان فيها مدرجات كده، هو يعني بلاط يعني، ايوه مدرجات. فلاقيه بنت نازله من على المدرج كده رايحه يعني تعمل حاجه في الاستراحه يعني. بصيت لقيت وجه مصري
جميل وماشي. قلت الله، البنت دي تنفع مذيعة في إذاعة في إذاعة في القناة الفضائية تلفزيون. المصرية. وش مصري أصيل وجميل وشياكة وأناقة وقوام ممشوق كده. وهي راجعة ندهت لها، قلت لها تعالي، اسمك ايه؟ فقالت لي داليا البحيري ومش عارفه ايه. قلت لها بتعملي ايه؟ قالت لي انا مرشده سياحيه ومنكان، يعني وعارضه ازياء. قلت لها تحبي تشتغلي مذيعه في القناه الفضائيه المصريه؟ قالت لي نتمنى. اديت لها رقم تليفوني وقلت لها كلميني في التليفون، واخدتها ودربتها وطلعت من ألذ مذيعات ده القناه حقيقي، الفضائيه المصريه. وشها فيه كاريزما كده تملى الشاشة حقيقي. بس سراء، يعني ايه يعني المطب اللي بيقع فيه اغلب المذيعين؟ انا قلت لك الغرور. انا ده الاعجاب بالذات، مش بس الغرور. يعني في ناس بتبقى حاسه انها عادي، يعني انا انسانه عاديه وبصدفه نجحت، يعني ممكن. وفي حد معجب بروحه بحيث انه بيتعمي عن اخطائه وعن ازاي كان ممكن يدي احسن من كده بكتير. انا بعتقد انه ده الاعجاب بالذات والغرور والاحساس انه البيه المذيع من تواضع الى الله رفعه. انا دلوقتي وانت بتتكلمي بفتكر كلمه انت قلتيها مره، والحقيقه دايما بتجي في دماغي، ان يعني يمكن المعنى مختلف، لكن بتقولي فيها انه اكثر صديق ليك هو عملك الوحيد اللي مش ممكن يخونك. اعتقد ان جايباها صح، ولا ممكن لا انت تقولتيها جايبه، بشكل مختلف؟ لا انا ما بس قلتهاش بشكل مختلف. انا بعتقد انه عملك هو صديقك اللي يطلعك السما ينزلك الارض. بس هل ده مبني على تجربه شخصيه ده تجربه ولا تجربه مهنيه؟ لا لا لا. يعني انت قلتي، انا فاكره انك قلتي الصديق الذي لا يخونك. شغلك، يعني ما هو انت لو عملتي شغل كويس بتترفعي، بتنجحي، بتتفوقي. مين صديق ممكن يديكي ده؟ مفيش صديق هيديكي كل ده. عملك هو اللي بيديكي كل ده. عايزه كده احسن من صديق؟ شغلك اللي بيخليكي بني ادمه، بيخليكي نجمه، بيخليكي بيرسم لك حياتك المستقبليه شكلها. يعني انا بعتقد انه شغلك. طب سراء، انت معجونه بالشغل، يعني انا بحس انك انت يعني الشغل ده جزء من شخصيتك، جزء من تكوينك، جزء حتى من كل شيء، يعني ذره في كيانك فيها الشغل. انا عارفه ان في فتره انت ابتعدتي فيها، عشتي بقى الفتره دي ازاي؟ ما كنتش، يعني بصي الفترة دي أخدت حوالي 7-8 سنين من عمري كنت بشتغل. بس أنا جات لي عروض كتيرة في الفترة دي. مش إن أنا أعمل، أنا أصلا ما يهمنيش إن أنا أبقى رئيسة القنوات الفضائية المصرية، ما يهمنيش إن أنا أبقى رئيسة إذاعة الشرق الأوسط. يهمني إن أنا أعمل برنامج حلو والناس تحبني وتعجب بيه. فكل العروض اللي جات لي ان انا انشئ قنوات، فكنت برفض من الباب. قلت انا قعدت 18 سنه من عمري في الاخرانيين يا منى وانا رئيسه عمل، سواء في مونte كارلو، بعد كده اذاعه الشرق الاوسط، بعد كده القنوات الفضائيه. 18 سنه وانا رئيسه عمل. كنت شبعت ومش طايقه اسمع على الناحيه الاداريه والقانونيه ومضي والمهنيه، الاوراق مش قادره والميدانيات بقى خلاص. ونفسي ان انا ارجع مذيعه تاني. ما حدش خطر على باله انه يشغل يعرض عليا ان انا ابقى مذيعه، يعني يقول لك دي اكبر من كده، دي رئيسه العمل. انا مش طايقه عزيز رئيس، ما يهمنيش ان انا ابقى رئيس. كان نفسي حد يقول لي تعالي اعملي برنامج. ما حدش قدي. كله عروض اللي جات لي هنعمل قناه، في قناه، عندي قناه عايزه، يعني كلها قنوات ابقى انا رئيستها، وكلها كنت برفضها. كنت حاسه ان انا في سلام، يعني لحظات استشفاء من وضعي الاداري. انا مش عايزه وضعي الاداري. وكسف اقول للناس طب ما تخليني اعمل برنامج. راجل جاي لي يقول لي تعالي رئيسه قناه، اقول له طب انا عايزه اعمل برنامج الا يعني العمل ايه. فكنت كسف اقول لحد ما جالي العرض
ان انا اعمل برنامج، فرجعت. ده أجمل. فاجي الفتره دي ما كنتش متضايقه، كنت بسافر وبروح وباجي وبقرا ويعني عايشاها عادي، يعني في حياتي عادي، انا ما عنديش حته الندم على اللي فات ابدا بس أنت يعني. نورتي الشاشة حقيقي. ما انا ولا نورتها ولا حاجه، هو بس انه انا دخلت مع مجموعه من الزميلات، اعتقد ان انا دون ان تدري زميلاتي ودون ان احاول انا اني طورت في شخصياتهم على الهواء، جميل. بمجرد التواجد كلنا سوا مع بعض. يبقى هنرجع للبداية اللي قلتها، إن أنت بتؤثري في الآخرين وبتغيري حتى في شكل المهنة. أنا بشكرك، ويعني كانت ساعة ما حسيتش بيها، وأعتقد حتى المصورين والناس اللي بتتفرج دلوقتي عمالين يقولوا الوقت عدى إزاي. إحنا سعداء بيكي جدا، ونفسنا إن إحنا نكرر ده انا أكتر من بشكرك مرة. يا منى، بشكرك يا منى انك بتحاولي تبيني للناس مين سناء الحقيقيه. لا بس لسه احنا عايزين حلقة تانية بقى نقول بقى سناء سونسون، بقى سونسون الأخرى الصديقة. متشكره قوي 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 يا منى. بشكرك. ميرسي.